السلام عليكم الإخوان، هذه المغارة الثانية وغادي ندخلوا إن شاء الله ونكتشفوها. بقاو معنا باش تشوفوا المغارة الثانية إفريق وامان وتعيشوا الأجواء والمغامرات وندخلوا إن شاء الله. بسم الله، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. بسم الله. الله 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 تبارك الله. بسم الله سبحان الله. هذا تشكلات، هذا عرضونا في الطريق، استقبلونا المغارة. سبحان الله العظيم، هذه الاشكال تاع الصخور استقبلونا في المدخل. بعده كاين تشكلات بلا ما نحلموا. سبحان الله العظيم، هذه إفريق وامان ومغارة واسعة، مغارة واسعة. بقاو معنا نكتشفوها من الداخل. بسم الله. الله اكبر. لا لا، هذه كاين شي حاجه، بناء. هذا راه البناء. شوف الله اكبر، شوف البناء. هذا راه بناء. كان هاد المغاره كانت مسكن. شوف سبحان الله، هذا الحيط وضعوه. وشو هذا؟ سبحان الله العظيم. والمغاره واسعه. الله اكبر. اكبر من إفرين تفاغين. لا كبيره، واسعه. سبحان الله. هنا هذوك لي شومبينيون الطفيليات، يعني كان وجود الكائنات وهذه المنطقه رطبه بميت. الله الله. شوف سبحان الله العظيم. بقاو معنا نمشيو للجهه الاخرى، للضفه الاخرى ونكتشفوها. الاخوان، واش غادي نقول لكم؟ هذه المغاره تستحق الزياره والبحث والدراسه. سبحان الله العظيم. هذا راه واش غادي نقول لكم؟ الا راه مغاره الجمال عني بها الماء. هذا ما فيهاش الماء، ولكن شوف سبحان الله، تشكلات جيولوجيه صخريه. هذا في يعني علم الاستغوار، السبيليولوجي. شوف كاين هذا اشكال وبعض الاشياء يعني تثير الدهشه. وهذه المغاره كانت تسكن، يعني كان بها سكان، يعني كان بها الناس. هذه المغاره عالم ومغاره واسعه. فين مشروحه تاع الشمال؟ فين فرياطو؟ فين ما شاء بنيز ناسنا. راه والله العظيم راه قله الاهتمام وصافي. هذه المغاره تحتاج الدراسه والبحث وزياره سبيليولوجيه. سبحان الله. قنديل، كي جاتك المغاره؟ مغاره رائعه وفيها البليات، السوائل والنوازل والصواعد، الخيرات. رائعه هذه المغاره اللي سميتها مغاره إفريق وامان بالعربيه. غار الماء، مغاره الماء. حسن جدا. زدنا المغاره الاولى مغاره الماء، وزدنا المغاره الثانيه اللي هي ديال كبرى ديال هاد النوازل. تبارك الله ما تخش تخرج فيها وتقول نسكن فيها كاع. ويمكن كان هنا الانسان السابق. لا كانت هذه كان يسكنوا هنا اخويا قنديل. كان يسكنوا هنا الحجريين. والله الا رائع. كان يسكنوا هنا في الجدة. هو من الحاج. ها كي جاتك هاد المغاره من الحاج؟ كي جاتك هاد المغاره؟ فهمش تفركتوا، خصنا نمشيو مجموعين. وهمي عبد الله شيخنا، ها هو شيخ الرحاله. هذاك كنت غنوليو من هنا. الله لا. شوف حاول اصاحبي. الله اكبر. مغاره تستحق الزياره والبحث والدراسه. ونعاود نقولها. مغاره واسعه كبيره على إفرين تفاغين، واظن كبيره على المقا. اين هذه المغاره؟ من اكبر المغارات بجبل بني زناس. امر الرحاله. سبحان الله العظيم، سبحان الله الخالق. مغارة واسعة. مصطفى نسيري مانيت الليل. هو عمي عبد الله شيخ الرحالة المستكشف. اهلا ومرحبا. هو عمي عبد الله، نشكرك عمي عبد الله على هذا المغامرات وهذا الاستكشاف. عمي عبد الله يبان هذه المغارة كبيرة شوية. والله الا كبيرة. على مقارنة إفريق تفاغين كبيرة على هذه. مصطفى وهذا بالنوازل استلكتيت النقطة. والله أكبر. والله لا نيش أنا كتمنا. وهذه المغارة كنظنوها نحن الرحالة بني زناس البركانيون أنها ثاني أكبر مغارة بجبل بني زناس من بعد مغارة زقزل، مغارة الجمال، إفريت سراكوت ولا
إفري موربح. بركان وصحاب العيون ووجدة، المهم صحاب الجهة الشرقية كنكتشفوا هاد المغارات بجبال بني زناسن. وهاد المغارة تحتاج دراسة عميقة سبيليولوجية علم الاستغوار. الله الله خويا أمين، فر أمين ها هو كي جاتك اخويا امين؟ شوفونا ناس العيون ها هما. إفريت الماء، إفريت ومان، إفري ومان جميلة ورائعة وعجيبة. اخويا امين المقارنه ديالك يقول لي مع إفري تفاغم. هذه رائعة، هذه كبير خيال علمي. والله آخر مرة غنات كلثوم ودة والله لا سونس فيكشن. أقطع الله يدير الخير. سونس فيلم ما نقطعش الفيديو راه مستمر باش يشوفوه. شو سبحان فيها هاد المغاره بماذا تمتاز بكثرة هاد النوازل، بزاف النوازل واشكال متنوعه. وراه مازال تكون هاد النوازل مازال. بارك الله ما شاء الله. سبحان الله العظيم. عامر وراه ثاني اكبر مغاره هذه من الناحيه الوسع واسعه بزاف. ولتذكير في المساحة ديالها هائلة جدا. سبحان الله. كبيرة. إفري ومان مغاره الماء. وبالمدخل ديالها كانوا يسكنوا تما، كان مسكن. واش كانوا مقاومين يدسوا تما ولا كانوا المهم كانت تسكن، كان بها سكن. المهم بقاو معنا نمشيو للجهه الاخرى ان شاء الله. وهابين دخلنا ونخرجوا نمشيو عند الاصدقاء الرحاله المغامرون المستكشفون. ها امين من الناس العيون راهم يلتقطوا الصور. المهم هاد المغاره يعني ما شاء الله شفت الاشكال تاع النوازل كي دايرين. هاد انواع مختلفه من النوازل. مغاره هذه تستحق الدراسه هذه. لا لازم هاد المغاره خصها الخبراء وباحثين. ونحن رحالة بني زناس الأبركانيون بقيادة الشيخ الرحالة مفتاح هذه الجبال. بقاو معنا الخوت وشاهدوا معنا واستمتعوا بالمناظر المذهلة. وهذا سبحان الله نوازل، ولكن هذه تشكلت على حسب مثل الحجب. لا هذه أكبر من مغارة إفرين تفاغين، كبيرة عليها. وهذه ربما ماشي في الطول ولكن في العرض والوسع ديالها، يعني راه واسع على إفرين تفاغين. وتشبه في واحد المغارة تاع بالشمال هيك مشروحة في جبل بوزيتون، ولكن هذه أكبر منها. هي كبيرة واسعة وفيها محل الغرف. هذه يعني أماكن ومناطق بماذا تمتاز هذه المغارات؟ تمتاز بهذا النوازل، بالكثرة تاع النوازل وبأشكال متنوعة. شوفوا هنا سبحان الله، هذه راها واحد النازلة ولكن مهرسة. يا الخوت بين غادي ننزل على الجليسمو هنايا غادي ننزل ونكمل الفيديو هناك. إفري ومان مغارة الماء، مغارة مذهلة ورائعة وروعة وعجيبة. غادي نهودوا لهنا. الله في مراكشي. ها هو واش المراكشي؟ دربان ها هو ديالو. المراكشي تقدر تقول لا حنا ما قريناش البيولوجيا، ولكن راه بيولوجيا بالفطره. حنا راه دربان هي ميكانيك. هذه المريره ديالو شفت التاريخ ديالو تحليل رائع. سي الشرايه واش ماذا وجدت؟ هذا الاخر الوزاق ديال الدربان. بقايا كنقولوا له بالشلحه اروي كيصوت ويضرب بذوك اروي السهولات ديالو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مغارة واسعة وفيها ما يتشاف. هذا راه خصها النهار ديالها. العظام يعني راه كانت هنا كائنات حيوانات مفترسة مثل الضربان. راه واخا ياكل العشوب حتى هو ياكل. الله شوفوا يا اخوان. الله اكبر. شوف النوازل تعرف المئات تاع النوازل. سون دي ستالاكتيت. ما شاء الله. هذه المغارة باش تمتاز بجبال بني زناسن. هذه المغارة الأولى اللي بها التشكلات وحسب ملاحظتي
وزيارتي لجميع المغارات مع الرحالة. سبحان الله العظيم. شوف سبحان الله فيه بزاف. شوف هاد النازلة هذا راه نزلت. شوف فين تلاقات. سبحان الله تلاقات. هذه عاودة طلعت صاعدة ستالاغميت. وفين تلاقاو؟ ها فين تلاقاو هنا. وقف حمار جحا في العقبة. ها مكان الالتقاء تاع صاعدة ونازلة. مغارة واسعة ما شاء الله. يعجز اللسان عن التعبير، والله لا يعجز. شوف هنا راه مدخل خور عاودة. مغارة خطيرة. مغارة واسعة سبحان الله العظيم. وراها أكبر من إفرين تفاغين. هدوها على أرقبت، هدوها على حسابي. هذه علميا سبيليولوجيا وإيكولوجيا وجيولوجيا كل شيء واسعة. أول مرة ندخلوها. سبحان الله العظيم. سبحان الله الخالق. وكل شيء هادشي راك تنحت باش بواسطة الماء. باغلو مايور غرافور هو أعظم نحات في الطبيعة. والإخوان نخليكم هذه. المهم واحد نخرج صافي، نكتفي بهذا القدر. إلى فرصة قادمة إن شاء الله، واكتشاف جديد وبحث عميق إن شاء الله. والخوت بقاو معنا هادي نخرجوا. والله العظيم أنا كاين ما تشاف هاد المغارة، كاين ما يتشاف بزاف ما يتشاف. مغارة مذهلة وسهلة الولود، سهلة ماشي صعبة، ولكن فيها ما يتشاف. ونعاود هاد الكلمة ونعاود لها 1000 مرة. فيها ما يتشاف وتحتاج البحث والدراسة. وهاهما الرحالات بنيزناس البركانيون يهدونكم ويعطونكم ويضيفونكم معلومة جديدة على هذه المغارات. مغارة الماء إفري ومان بالأمازيغية بالفرنسية لا غروت دو تاع الماء، ماشي ضوء الظهر لو. المهم نخرج ان شاء الله. هاوك نخرج. بقاو معايا نخرجوا. غادي نقطع الطريق ديريكت. غادي نقطع ديريكت من هنا وناخذوا الحذر باش ما نوطاوش. خصنا نشوفوا فين نديروا رجلينا، ما نوطاوش على شي حوايج. كاين شي مرشات تشكولات. شوف سبحان الله. شوف حنفوتوا منه. ها هو المخرج. اقتربنا من المخرج. مخرج الصوتي. ها هو المخرج. خرجنا.